صباح الخير. النهارده هعمل معاكم البيكن بطريقة مبسطة وسهلة جدا. طريقته شوية معقدة بس أنا هحاول أبسطها على قد ما أقدر. قطعية اللحمة كمان اللي بنستخدمها في البيكن آه، صعب قوي إن احنا ممكن نلاقيها متوفرة إلا لو يعني وصيته كده جزار من الذبيحة وقت معين، ويعني الشغلانة كده شوية. فأنا عشان كده النهاردة عملتها بلحمة الضلوع بس ادتني في الآخر نفس النتيجة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. و أوقات كمان البيكن بيتعمل من لحمة الضلوع، بس الغالب فيه إن هو بيتعمل من اللحمة اللي جاية من ناحية البطن بقطعة الدهن اللي فيها. نبدأ على طول ونشوف محتاجين ايه، ويا رب الفيديو يعجبكم. اول حاجة انا معايا قطعية الضلوع الكاملة اللي هي مخلية، بتكون زي ما انتم شايفين كده طبقة دهن كبيرة قوي من فوق وطبقة لحمة برضو كبيرة من تحت. القطعية دي بتكون قاسية شوية وبتاخد سوا، فهتستحمل معانا اللي هيحصل فيها الفترة اللي جاية. انا حاولت اقطعها على شكل مربع كده وهبدأ بقى اعمل لها التتبيلة بتاعتها. معايا بولة هحط فيها ربع كوب من الملح، 2 معلقة كبيرة من الشطة، 2 معلقة كبيرة من السكر البني، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وكمان هحط معلقة كبيرة من الكرفس الباودر، و2 معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، وربع كوب من المابل سيرب أو السيرب اللي بنستخدمه في في البانكيك. ده بيديله طعم شوية مدخن، هو والبابريكا المدخنة بتديله الطعم المميز بتاعه. وهسيب لكم في المكونات كل البدائل اللي تقدروا تستخدموها. هحاول اعمل له فتحات في السطح بتاعه اللي هو الجلد اللي من فوق، وهاخد التتبيلة احطها عليه من فوق ومن تحت ومن الجوانب ومن كل حتة. مهم جدا ان قطعة اللحمة دي تكون ناشفة من المية عشان التتبيلة تلزق فيها. هاحاول بقى أخلّي التتبيلة تدخل في كل جزئية من اللحمة، وهاجيب كيس علشان أحتفظ باللحمة دي في التلاجة لمدة أسبوع بالضبط. ما تخافوش، مش هتبوظ، مش هيجرى لها حاجة، كمية الملح اللي فيها كافية جدًا إن هي تحافظ عليها، زيها زي البسطرمة أو تخليل البسطرمة اللي إحنا بنعمله أو تمليح لحمة البسطرمة، بس بدل ما بنسيبها برّه في الهوا بنسيبها في التلاجة. أنا حطيت الكيس في مَيّة كده عشان أضغطه أطلّع منه أي هوا. لو عايزين تعملوا الحركة دي أوكي، لو قادرين تضغطوا كمية الهوا اللي فيه على قد ما تقدروا أوكي. خلال الأسبوع اللي في التلاجة كل يومين هاطلّعها وهاقلّبها زي ما أنتم شايفين كده. ما تنسوش وحطّوا كده في الموبايل بتاعكم إن يعني منبه يفكّركم إنكم كل يومين تطلّعوها وتدّوها تقليب. بعد الأسبوع ما عدّى طلّعتها وغسلتها من كل التوابل اللي كانت محوطاها من كل حتّة، لونها اتغيّر كده زي ما أنتم شايفين، وبدأت أنشّفها برضه بمنديل. حطيتها بقى في التلاجة وهي مكشوفة كده على شبكة لمدة يوم كامل. ومهم جدًا طريقة التسوية، دخّلتها بقى الفرن على شبكة وتحتيها صينية على درجة حرارة 200 لمدة 3 ساعات. بعد ال3 ساعات طلّعتها حطيتها في التلاجة بعد ما بردت تمامًا، وتاني يوم قطّعتها عشان يبقى سهل عليَّ إن أنا أقطّعها وهي ساقعة شوية. اللون الأحمر اللي هي واخداه ده من نتيجة الكرفس الباودر اللي أنا باحطه فيها. حتى لو أنتم مش مستخدمينه هتلاقوا اللحمة برضه لونها وردي شوية علشان إحنا شبه ملّحناها وخلّلناها زيها زي البسطرمة كده بالضبط. قطعوها بقى شرايح رفيّع على قد ما تقدروا. لو عايزين تودّوها للراجل بتاع السوبر ماركت اللي عنده المكنة اللي بتقطّع رفيّع يبقى كويس جدًا، علشان البيكن ده من الحاجات اللي لازم تتقطّع رفيّع جدًا. أنا ولا عندي الراجل بتاع السوبر ماركت ولا عندي مكنة تقطيع، فقطّعته على إيدي رفيّع على قد ما أقدر. اسمعوا بقى صوت القرمشة، بيكن يعني، وطعمه كمان بيكن. الناس اللي بتحبه أتمنى إنكم تجرّبوه، واثقة إن الوصفة هتعجبكم. أشوفكم إن شاء الله في وصفة تانية قريب، وباي باي.